نفهمكم وتفهموا شنية تفكيري وكل، ونفهموا بعضنا وتقترحوا عليا معناتها فما بارتيات نعمل فيها موسيقى ولا نعرش معناتها هاكا دبروا عليا وكهو وهنا مع بعضنا ونكبروا مع بعضنا. والله كلامكم محلاه في الكومنتارات نقرا فيه. فما واحدة قالت لي محلاك منظمة ومرتوبة ومحلى قضيتك وكل في الكوجينة. نظن الكومنتير اللي بعثته لي واحدة من بنزرت حاجة هكا والله مش مثبتة فهمتني برشا هكا يقولوا لي كلمات محلاهم والله يشجعوني. نكون مثلا باش نعمل فيديو هكا قصير ولا في حاجة بسيطة نتشجع نهز التليفون ونحطه نقول هيا ميسالش كيما انا هكا قبل نتذكر معناتها كي نبدا نتفرج في قنوات. نكون قاعدة وكل هكا وقالقة ولا نقول هاولي خلي من عاشته ومن بعد نعمل ولا فك عليا ولا كذا. نشوف نتشجع ونقف ونولي ننظف ونقد والله الحمد لله احنا نشجع بعضنا راهو. هذايا الكل المعون نتاع البحر. اكل المغارف هذوكم الحمر كان شفتوهمش هم كيبيعوا فيهم في التلفزة. الحق انا ما شريتهمش من التلفزة. ولدي خدم بريود في مجازا عمل هكا جابها لي. والله قعدوا عندي عامين مخبين ما جبتهمش كل وين نمشي البحر ننساهم. السنة بالصدفة أنا نعمل في جروميناج هكا تعرفوا انتم معناتها تجبد حاجات الصيف وتخبي حاجات الشتاء وكل بعد ما صلعوا الصغار البريود هذيك غسلت لهم الدبش متاعهم والطبليات متاع القراية وكل وبديت نخبي انا فك الحاجات متاع الشتاء بعد ما غسلتهم وشيحتهم وكل شيء بديت نخبي فيهم هكا وكل ومشيت للببليوتيك عندي ببليوتيك كبير مشيت نشوف فيه ياك هو نلقى فيه هذايا لفتها انا بالسلوفان وكل على الغبرة وعلى الواحد وكل يا قلت هاو والله شوف معناتها عامين معناتها وكل نمشيو البحر وكنت ناسيتهم. محليها الحاجة كي انت معناتها تستحقها هكايا ولما متاع عيلة وكله تلقاها معناتها تصيبها. جبتها الحق وهزيتها البحر والله اخف واسهل معناتها باش تبقى انت تهز مثلا معون يتكسر ولا حكاية وكل. الباكو متاع هذوكم الصحنة والمغارف والفراشت هذوكم الباكو متاعهم. الصحنة والكيسين والفراشت والمغارف نحطهم في الساشي ونلفهم والباكو متاعهم هذاك نحط فيه ديما الحلول الجاتو ولا اي حاجة كان شفتوش في الفيديو متاع البحر حاطة فيه الجاتو اللي بالشوكولا ونبيتو الحق في الفريجدير الجاتو باش يبدا بارد يهب المحلاه يبدا راوي بالشوكولاتة بالكدا بالكدا. هذوما الكيسين البلاستيك كان شفتهم هذوما البيض هما اللي تابعين هذاك الباكو البلاستيك واللصحنا لصحنا احمر والمغارف والفراش احمر ولا الكيسين جايين بيض. والله فكرة الكيسين البيض خير معناتها اقل وسخ ولا اي حاجة يبان. لهنا هاكا نغسل فيهم عملت قطيرة جفال باش ما يصفروش وينضافوا ويتعقموا مليح بعد البحر. هذا يرى مش معون البحر كهو علاش على خاطر راجلي بقى في الدار وولدي الاخر يخدم وكل هاكا يروحوا للدار فهمتني خليت لهم وكل ماكله كلاو وجبدوا الماعون وكل وخليوا معناتها مش كان معون البحر. المهم انتم هاكا دبروا عليا معناتها شنو تحبوا بالضبط معناتها تشوفوا. انا الحق ساعات نطيب نوري المكونات وساعات من معناتها ما نوريش نطيب عادي نعطي الفكرة وكهو فكرة الماكلة. هاو اللي تراني على قليلة وتفرج فيا وانا نغسل هكاكا وناشطة ونعمل في الدنيا الكل تنشط ونعطيها طاقة هكا إيجابية محلاها وتنشط وتقف وتقضي وهي هكا ناشطة. والله أنا كي نبدأ نتفرج الحق يعطيوني طاقة هكا باش نقوم ونعمل كل حاجة ونقد كل حاجة حتى من قبل ما نحل القناة. محلى كلامكم والله محلى كلامكم في الكومنتارات الحق تلقاني نبدأ نقرأ ونضحك هكا ونبدأ فرحانة
الكلمة الطيبة صدقة بالرسمي صحيح. معناتها تزيد تشجع الإنسان إنه باش يواصل، معناتها يواصل لقدام هما اللي حكيت لكم عليها هاي. الحق من بعد ما غسلتها خليتها تستقطر ونشفتها مليح، وحطيتها في الكوجينة على ظهر اليد باش تبدا مقابلتني كي نحتاج هكا متاع خرجة وكل. نلقاها تبدا مقابلتني ما ننساها. هاو كريتو الباكو متاعها والله محليه معناتها. تو هاكا يبيعوا وحدين هكا يبيعوهم متاع جاتو، معناتها باش تحط فيها جاتو تهزها، وهذه والله أصح. نفرخها أنا الحق ونفرشها بالسلوفان، ما نحطش طول الجاتو فيها. نحط السلوفان ونحط الجاتو ومن بعد نسكر عليها بالغطاء هيك من فوق ترانسبارون من لوطة حمرا كما تشوف. والله فرحانة معناتها اللي فما برشا مشاهدات، معناتها فما فيديوهات فيهم برشا مشاهدات، فرحانة. قلت الحمد لله معناتها فما تشجيع والحمد لله يا ربي. الترماس هذا الحق يهز كان زوز قهاوي محسوب. لهنا باش نخبي الماعون في الخزانة، عندي خزانة في الكوجينة في الحيط باش نخبي الماعون. هكا واحد يتحايل على البارتي معناتها حتى ضيقة، حتى كان ضيقة ولا اللي هو هذيك البارتي متاع اللوحة الجري هذيك. مشيت النجار قلت له اعمل لي طول هكا وعرض هكا، معناتها عطيته القياسات ويعمل لي فيها سقين. حطيتها في البارتيه هذيك باش نجم نحط تحتها لصحنا ومن فوقها الكيسين، خاطر عندي وصحنا هكا متاع جاتو متاع حاجات هكا مفردين هما. قلت باش نجم تهز لي اكثر معناتها الاسباس، خاطر كان بلا شكل البارتيه هذيك ما يهزش الحق. عرفت معناتها لقيت لها فكرة معناتها كيفاش نتحايل عليها البلاصة. حبيت نزيد مارو كامل، خلي راجلي شو اسمه مالي الدار ما بالك ما يحبوش ولا كل. قلت له باش نبقى نستنى حتى لين نشاورهم تو نعمل حاجة معناتها تركب وتتنح، معناتها تحط حطان وتتنح. اما حطيتهم في الكوجينة ما خبيتهمش في البيبليوتيك. هو بوفيه غير انا نقول بيبليوتيك بوفيه كبير. نقولوا لي معناتها تحبوا هكا فيديوهات كيما هكا ولا فيديوهات قصيرة، معناتها حاجات شنو تحبوا بالضبط، معناتها شنو الفيديوهات اللي تحبوها أكثر. لهنا بعد ما كملت الحوايج وكملت مسحان الصالة وكملت غسيل الماعون، بقيت قلت شنو باش نطيب لهم يا ربي حاجة خفافة فيسع فيسع. عندي سلطة عملتها قبل بنهار جات بزايد وكل فضل منها. يا قلت انا بطبيعتي مش باش نعمل سلطة هاي، قلت نمشي نعمل لهم مقارونة بالصلصة متاعنا التونسية، المقارونة المشخشخة البنينة كما تعرفوها. عاد كل امرأة تونسية بالطبيعة حرة مقارونة معروفة متاع التوانسة الحمد والشكر لله. مقارونتنا لا يعلى عليها، مقارونتنا وحدها. حطيت شوية الهريسة العربي قليتها في الزيت وكل. لاحظت اللي الهريسة العربي كي تتقلى في الزيت يبان نكهة الفلفل الشايح وتعطي لون للزيت، معناتها وقت اللي تحط الصوص على المقارونة يبان محلاه اللون مذهب. خاطر جربتها في الزوز، جربت الهريسة العربي نحطها من غير ما نقليها، وجربت كي نقليها أبن بالنسبة للهريسة العربي متاع الشاي. لهنا هاو كنوري فيكم الثوم والتاب الكروية. ديما نهرس الثوم بالتاب الكروية، ووريتكم الدجاج واللفاحات. لهنا قليت شوية طماطم وحطيت لها شوية كركم باش يعطي لون. وكل واحدة وطريقتها في التطييب، وكل واحدة وصحيح الصوص متاعها فيها نكهة سبيسيال محلاها وبنينة. مرقت بالماء، حطيت الرند
والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر متاعي مخلط، راهو مثلا نعمل كيلو فلفل أحمر حلو، نعمل عليه رطل فلفل أحمر حار، معناتها بين بينين، راهو مش حار ومش حلو، محلاه فيها كالتوزويزة، شوية فلفل أكحل. لهنا عندي شوية كالملح الهيمالايا، والله تعال نحط شوية بالكل ومحلاه يعطي نكهة مش نورمال. والله صحيح هو غالي شوية الملح الهيمالايا، اما كي تحط منه شوية يملح الماكلة، مش كيما الاخر كل ما تحط بالزايد تراه برشا حتى يتملح، وكي تجي تشوف تلقاه بالضبط مضبوط. وهذا يقولوا صحي وما نعرفش، عاد يقولك ما يطلعش الدم، والعلم عند الله ما ثبتش انا الحقيقة. لهنا البصل حطيت كيكة كعبة كاملة، خاطر راجلي يحب تبدا بصلة هكا كاملة ياكلها تبدا طايبة، تعطي هكا النكهة الحلوة كي ياكلها مع المقارونة. لهنا المهريس في الكاميرا بلي نظفت شيء. ما تقولوش راه مسخ ولا اي حاجة، عطيته الراجل يهزو لك النحايسية وكل اللي ينظفوا النحاس، رجعوه لي يهبل تو تشوفوه في الفيديوهات الاخرين، تو تشوفوه رجع ضاوي مش نورمال. قلت له انا عملت له القارص وعملت له شو اسمه بالرمل، معناتها حكيته بالرمل والقارص وشي لحب ينضاف. علاش؟ خاطر قديم معايا من العرسي محسوب. لهنا حطيت طرونشات تاع طماطم مع الدجاج، كما قلت لكم انا نحب الطماطم الكعب الحق، محليها في الماكله تعطي نكهه اخرى. لهنا هكا طابت، شوفوا كيفاش قرت زيتها، شوفوا الزيت كيفاش غامق محليه، وهذاك يعطي لون مزيان على الاخر للمقارونه. هاكا لهنا نوري فيكم. والبطاطا علاش نحطها كامله؟ بحكم اولادي يحبوها في الماكله، وباش ما تذوبش ما تفتفتش. هاو لهنا نودكم ولا نشهيكم.